بالنسبة للناس اللي بتاخد أدوية للكوليسترول، ازاي تظبطها في رمضان؟ الناس بتبقى مثلا عندها السكر فماشية في أدوية كوليسترول طول العمر. الناس بيبقى عندها الدهون الثلاثية عالية والكوليسترول عالي. فهي بتاخد أدوية للكوليسترول، فازاي تبدأ تظبط الجرعات دي والمواعيد بتاعتها في شهر رمضان؟ تمام. قبل ما نبدأ كده يا جماعة، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة عشان نستمر إن شاء الله معاكم. أول دواء والأشهر عندنا في السوق والأغلب الناس بتاخده هو الأتور، أتور فاستاتين. نجيب القلم بتاعنا. تمام. الأتور فاستاتين. طيب أدوية ديت الاسم التجاري بتاعها في السوق، هتلاقي نفسك معاك في البيت أدوية زي الأتور، الأنتي كول، الأتورستات، الفاتيستاتين، الليبيكول، الليبيتور، الليبونا، التوركاست. الأشهر في السوق الأتور والليبيكول والليبيتور. دلوقتي لا، أغلب الناس معاها دواء من دول. ده الأتور فاستاتين. ده بياخده امتى؟ ياخده اما بعد الفطار المغرب، يا اما بعد السحور. دي التوصية بتاعت الدواء ده في رمضان. طيب لو انت بتاخد دواء تاني زي الروزا فاستاتين، اللي هو اسمه التجاري في السوق كوليروز او كريستور الاشهر، او الاستيرو ماب، او الجاستيكول، او الاستاتيروز، تاخد حاجة من الادوية دي، فانت جرعتها بتتظبط في شهر رمضان اما بعد الفطار او بعد السحور، زيها زي الاتور واخواته. يبقى انت بتاخد اتور او كريستور، يعني الاتور والبدائل بتاعته، او كريستور او كليروز والبدائل بتاعته، دول اشهر. دي جرعته امتى؟ بعد الفطار او بعد السحور، زي بعض. طيب في نوع تالت، السيمفاستاتين والبرافاستاتين. دول بيتاخدوا امتى؟ او بيتاخدوا قبل النوم. الادويه بتاعتهم في السوق زي ايه؟ زي الالكور والزوكور والامريوستاتين والكوليستات واللايبوستات. الادويه دي بتاخد قبل النوم، مش كتير بياخدها، واحنا حطينا الاشهر فوق في اول صفتين، اللي هو الاتورول لاخواته والكريستورول لاخواته، بتاخدوا بعد الفطار وبعد السحور. نيجي الفايبريت. ناس كتيرة بتاخدوا الفايبريتس برضو زي الليبانتيل. في ناس بتاخد دواء اسمه ليبانتيل، العلبة الحمراء الكبيرة دي. ديت جرعتها امتى في رمضان؟ يفضل انها تتاخد بعد الفطار. طيب نوع اخير الازيتيمايب. ده بقى زي ايه؟ زي الكوليستوب والليبيدينورم والايزيترول. الادويه دي لسه ما اتشهرتش قوي. دي بتتاخد يا اما بعد الفطار او بعد السحور. يبقى كله بعد الفطار او بعد السحور بيكون ثابت كده. انت كدكتور قاعد أو عايز تظبط ادويه الكوليسترول للناس، او كصيدلي وفي ناس جايه تسالك على ادويه الكوليسترول، انت ممكن تثبت اي دواء كوليسترول قدامك، هتقول العيان هياخده امتى؟ بعد الفطار. تمام. ما عدا الالكور واخواته، الالكور والذكور والكوليستات والليبوستات، حاجات اللي بتاخد قبل النوم. بس دي كانت ادويه الكوليسترول. هنكمل ان شاء الله في الادويه اللي بتتاخد وتظبيط جرعاتها قبل وبعد رمضان. احنا خلصنا الهايبرتنشن، ادويه الضغط، وقلنا ازاي ناخدها وازاي ننظم الجرعات بتاعتها، وازاي انهي واحد قبل النوم وانهي بعد الفطار وانهي قبل السحور وانهي بعد السحور. ودلوقتي خلصنا الهايبر ليبيديميا او ادويه الكوليسترول في رمضان، ونكمل ان شاء الله في باقي السلسله لادويه السكر والازمه والغده الدرقيه الهايبو والهايبر. بس متنسوش السبسكرايب واللايك للفيديوهات اللي عندنا على القناه. شكرا.